هذا هو الكلوب، الخطاف الذي تعلق به الذبيحة. يؤتى بالكلوب ثم يوضع في شدقه، يعني في طرف فمه، ثم يشرشر شدقه إلى قفاه، ثم يوضع الكلوب في منخره، ثم يشرشر إلى قفاه، ثم يوضع في عينه فيشرشر إلى قفاه، ثم يفعل مثل ما فعل بالشق الأول بالشق الآخر، وهكذا إلى يوم القيامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، عن سبب هذا العذاب المرعب، فقال الملائكة: هو الرجل يكذب الكذبة تحمل عنه تبلغ الآفاق. الذين يكذبون والذين ينشرون الإشاعات فتحمل عنهم فتبلغ الآفاق، وخاصة في زماننا هذا الوضع أصبح أخطر في عصرنا الذي انتشرت فيه مواقع التواصل. اليوم كلمة أو تعليق تحمل عنك فتبلغ مشارق الأرض ومغاربها، أليس كذلك؟